كاين بعض الناس الله يهديهم، انا انصحهم اذا صلوا هذيك الصلاه غير يعاود، غير اذا ما كانش قيام وما كانش ركوع وطمأنينة وما كانش سجود وطمأنينة، من هذا المنبر راني نقول لك صلاتك باطله وغير عاود الصلاه. شنو نلعبوا حنا هنا؟ انا نقصروا حنا هنا، انا نقرديو حنا نحكيو هنا. اعود الى كتب الفقه عند العلماء وتشوف قال من اركانها الطمأنينة والسكينة فيها. ما تقدرش حتى تمهل وانت راكع. الحمد لله. وش بيك وسر لك. ما تقدرش تقول سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. ها بتوأدة وطمأنينة وراك تسلم، غير ما تخافش راك تسلم وتروح لبرا. ما مش راح يربطوك هنا يديروك السناسل، راك تخرج. وفي سجودها سبحان الله. وش بيك؟ ما الذي دهاك؟ ما خطبك؟ سبحان ربي الأعلى. اسكت. سبحان ربي الأعلى. سبحان، تعرف ايش راح تقول؟ تقول سبحان ربي، راك تسبح الأعلى عز وجل. وبعد التسبيح في السجود، بعد التسبيح ادي لك وقت قل اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واعف عني. تبخل نفسك. احنا ما عندناش هذه تحية الله زكية الله بالصلاة والسلام على المرسلين. ما عندناش هذه، ما عندناش. هذه استحدثها الناس بأهوائهم. احنا عندنا التحيات لله هكذا وصابرين عليها. التحيات لله، الطيبات الصلوات، السلام على النبي، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. مع أشهد أن لا إله إلا الله، أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بالراحة. أنا تعجبت كيفاش هذا مصلي ربي يتوعد بعذاب في جهنم، هو يصلي وله الويل. العلماء قالوا واد في جهنم، يمشي في جهنم اسمه الويل. قال فويل، كيفاش هذا يصلي وعنده الويل؟ لماذا؟ قال فويل للمصلين. الله أكبر، يصلي وله الويل. أعلى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. أصحاب العربية ومنكم نتعلم. قال الله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم، ولم يقل في صلاتهم. لو كان قال في صلاتهم يا والله غير راح الداعي والمدعي راح ناكل فيه، ولكن قال عن صلاتهم. وانت تنوض تصلي وقت ما تحب، ودير لك دين وحدك، عندك شريعة وحدك، تلعب وتقصر وتلهى وبعدين تحب تنوض كيما تحب انت. يا خيرك يا ربي على الرجالة، ما شاء الله تبارك الله، كيما تحب انت. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وقت ما يحب ينوض. طلع في الشريعة ماشي وقت ما يحب. في الشريعة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا بالوقت. والعلماء يقولوا الإنسان اللي يخرج الصلاة عن وقتها ويصلي صح يصليها في غير وقتها. مثال، أو أذن العصر ما ناس يصلي، وزاد مشى العصر ما ناس يصلي، ما عنده حتى عذر، لا عذر له. ما هو ناسي، ما هو نايم، لا عذر له. متعمد. وأذن المغرب، وكي أذن المغرب جا صلى المغرب ويدخل للداخل. أنا ما صليتش العصر كيف ندير. وعلاه ما صليتش العصر؟ كنت نقصر. يروح تكمل قصر، يروح كمل قصر، روح نقصان من عمرك. كلمة تاني نقصر أو ذا نقصان من عمره، روح كمل. وانت كيما تحب انت، ولا كيما يحب رب البرية. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. نسألك بربك الكريم. هذو اللي يصليوا ويصلوا كيما يحبوا. واحد اخرين ما يصلوش خلاص،
يقولوا لهم يوم القيامة، هذا القرآن، هذا ماهوش كلام رشيد يا ودي، نحن ما تحسبونيش خلاص، القرآن ما سلككم في سقر؟ سقر هذه جهنم، هذا من أسماواتها. قالوا ما سلككم في سقر؟ علاش راكم هنا؟ وراهي شعل بكم النار، ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين، ما كناش نصلي، كنا كي كان شيخ رشيد يلقانا برا يقولنا نصلي ان شاء الله شيخ، ان شاء الله دوك تشوف ان شاء الله. خاطر هذا ان شاء الله زوج، كاين ان شاء الله تعليق وكاين ان شاء الله تحقيق. كاين اللي تقول ان شاء الله هذا ويعلق، وكاين يقول لك ان شاء الله من وراك يروح يغتسل ويجي. ما سلككم في سقر؟ علاش ربي حشركم فيها وداركم فيها؟ قالوا لم نكن من المصلين. بكتوش تصليو. والاذان هذا اللي راهي ترفع شاهد على الخلائق كلها يوم القيامه، كل الخلائق شاهد عليهم. هذا الاذان تاع المؤذن الذي يرفع في اليوم 5 مرات في اليوم والليله، شاهد عليهم وما عندهم حتى حجه. وفي سوره المؤمنون ألم تكن آياتي تتلى عليكم؟ قالوا الآذان. وفي سورة فصلت وما نحسن قولا ممن دعا إلى الله، قالوا المؤذن. لما راه يعيط هذا، لما راه يأذن، وعلى بنينا الجامع ودرنا السمعة ودرنا مكبرات الصوت، لمن احنا نهضروا مع الجماد. وزيد انت من المسلمين، كيف لا تصلي؟ كيف لا؟ انت مسلم، كيف لا تصلي؟ وحنا في الفقه نتاعنا تارك الصلاة كي يجيو الى اهل الفضل هم العلماء والساده والمشايخ يقولوا فلان مات ويعرفوا بلي ما يصليش، يقول لهم روحوا صلوا عليه انتم. يقولوا في الفقه قرينا عند المشايخ يقول لك ولا يصلي عليه اهل الفضل. شوف صاحبه يصلي عليه ولا كاش واحد يصلي عليه، علاه؟ هالناس انت بيقولوا هذاك ما صلوش عليه المشايخ نتاع البلاد الفلانيه ما صلوش، لماذا؟ يقول لانه كان تاركا للصلاه. ولا يصلي عليه اهل الفضل. والكبيره كل أي سماء تقلك أي سماء تظلك وأي أرض تقلك يا تارك الصلاة. منين تبدأ وين تكمل؟ وقد جاءنا في الخبر عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن أول ما يحاسب عليه المرء العبد من الأعمال يوم القيامة الصلاة. دينك، برهانك، إيمانك، عقيدتك، إسلامك، شريعة الله عز وجل. الصلاة بينك وبين الله من قيام تكبير وقيام وركوع وسجود وأذكار وأدعية وتسليم. الصلاة من حافظ عليها كان له عهد عند الله أنه يدخله الجنة، ومن لا يحافظ عليها ما عنده حتى وعد عند ربي أبدا.